بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. توكلنا على الله. ورشة عمل على تشابتر 1 إن شاء الله بإذن الله نعمله النهاردة ونخلصه على خير إن شاء الله بإذن الله. حل أغلب أسئلة المعاصر على الجزئية دي على تشابتر 1، ونعمل ريفيجن كده سريع على الكونتينز بتاع تشابتر 1. أول حاجة هنبدأ نتكلم عليها الفيزيكال ميجرمنتس. والفيزيكال ميجرمنتس لو احنا نتذكر، احنا قسمناها لثلاث حاجات. قلنا هنعرف الاول الكوانيتيز او الفيزيكال كوانيتيز بتتكون من ايه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هنبدا نتعرض للميجرنج يونت. تمام. دي الجزئيه الثانيه. والجزئيه الثالثه كنا اخذنا الميجرمنت تولز. نبدا نشوف الايه طبعا التول بتاعه كل كوانتي. طبعا زي ما احنا عارفين ان الفيزيكال كوانتيز كتيره جدا او كوانتيتيز كتيره جدا حوالينا. يعني لو جينا قلنا الفورس، احنا شرحنا الفورس ده فيزيكال كوانتيز. الفيلوسيتي فيزيكال كوانتيتيز. اللينس، الويدز، الهايت، الاكسلريشن، كل دي فيزيكال ايه كوانتيتيز. بس بتديبند بقى، بتديبند على نوعها. احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين من الفيزيكال كوانتيتيز: الفاندمنتال والدرايف. يبقى فاندمنتال كوانتيتيز والدرايفد ايه كوانتيتيز. الفاندمنتال كوانتيتيز دي الوحدات الاساسيه، دي الكميات الاساسيه، سوري، الكميات الاساسيه. يعني ايه الاساسيه؟ can't be defined by other ايه quantities. يعني ما نقدرش نعرفها عن طريق كوانتيتيز تانية. هي اوريدي معرفه نفسها، احنا تعرفنا عليها بس. وكانت عباره عن ايه؟ لينس والماس والتايم. وقلنا اللينس دي تحت منها حاجات كتير قوي. يعني لو تفتكروا احنا كنا بنقول كأنها كده بالظبط في سهم كده على الكمبيوتر، لما نيجي ندوس عليه، نعمل كليك عليه، تنزل لنا حاجات كتير قوي من ضمنها مثلا الديستنس. فالديستنس يعتبر لينس. طيب الويدز لينس برضه. في الاخر لما نيجي نقيس الويدز بنقيس طول. الهايت برضه لينس. الدبث، العمق، برضه لينس. طب الديسبيسمنت برضه تعتبر ايه؟ تعتبر لينس. ولذلك كلهم اخذوا في الدايمنشنال فورمولا لو تفتكروا حرف الايه؟ ال كابيتال. طيب تعالوا نبص هنا على اول سؤال. ده طبعا بالنسبه للفاندمنتال. طب بالنسبه للدرايف، قبل ما نخش على السؤال بتاعنا، الدرايف ده بقى لا كان بي defined by ايه by fundamental quantities. نقدر ان احنا نوجدها او نعرفها عن طريق الفاندمنتال كوانتيتيز، عن طريق الكميات الاساسيه بتاعتنا. طب زي مين؟ زي الفيلوسيتي. فالفيلوسيتي مثلا بتساوي الديستانس اوفر التايم. طب الديستانس دي ايه؟ احنا الديستانس دي لسه قايلين حالا ده لينس. فاذا فاندمنتال يبقى دي فاندمنتال. طب جميل. التايم، التايم خلاص ده اوريدي دي جاهزه. فالتايم ده يعتبر ايه؟ فاندمنتال. قدرنا ان احنا نوجد بقى كوانتي جديده اسمها ايه؟ الفيلوسيتي، عن طريق التو فاندمنتالز دول. يبقى قدرنا ان احنا نعرف الفيلوسيتي عن طريق التو كوانتيز اللي من النوع الايه؟ الفاندمنتال. دي كانت اول حاجه، الفيزيكال كوانتيز. طيب تعال نبص كده على السؤال الاولاني. زي fundamental physical quantities from the following are. هنا بيتكلم على الفاندمنتال physical quantities. fundamental physical quantities يعني length، mass. طيب، طيب هو ممكن يجي يلعب معانا يعمل ايه؟ يجي يقول لنا مثلا length وvelocity الاثنين في اجابه واحده. نقول له لا يا باشا، اه صحيح، اللينس دي فاندمنتال انما الفيلوسيتي دي ايه؟ درايفد. وبالتالي لازم يبقوا الاثنين فاندمنتال لو انت عايز الفاندمنتال. هنا بيقول لي لينس اند اريا، لا طبعا الاريا دي درايفد. لو جينا قلنا ان الاريا عباره عن اللينس تايمز الويدز. طيب الويدز اللينس دي ايه؟ فاندمنتال. طيب الويدز دي ايه؟
قلنا تعد تبع اللينس برضه فاندمنتال. يبقى قدرنا عن طريق تو فاندمنتال كوانتيز نجيب حاجه اسمها الايه الاريا، والاريا دي هتبقى من نوع الايه الدرايف. يبقى لا طبعا. طب ذا ماس اند فوليوم، الفوليوم برضه درايف، لا غلط. ذا فيلوسيتي اند اكسلريشن دول الاثنين اصلا درايف، غلط. يبقى اذا ذا تايم اند ذا ماس هي دي من النوع الايه الفاندمنتال. طيب، نشوف اللي بعده. هنا بقى بيقول لي الدرايف فيزيكال كوانتيز. تعالى لي بقى يا باشا، هات لي بقى الايه الدرايف. الدرايف دي زي مين؟ زي الفورس، زي الاكسلريشن، زي ال زي الفيلوسيتي، زي البريشر. مهم. كل الحاجات دي كلها تعتبر درايف. لما نيجي نوجد القانون بتاعها ونفضل ماشيين وراها كده، في الاخر هتديني حاجه اما ماس او لينس او تايم. يعني هتبقى بتعرف نفسها عن طريق الفاندمنتال ايه كوانتيز. طيب الدرايفد فيزيكال، الدرايفد فيزيكال كوانتيز بقى ما يجيش يحط لي لينس، ما يجيش يحط لي ديستانس، ما يجيش يحط لي ماس في وسط الاختيارات بتاعتي. فبالتالي هنا فيلوسيتي ديستانس تايم، لا ده انت حاطط لي اثنين، لا يا باشا، دي ودي اصلا فاندمنتال، يبقى ده الاجابه دي غلط. طب ورك وفورس لينس، اللينس ده فاندمنتال، فالاجابه دي غلط. طب ماس دينستي فوليوم، الماس دي فاندمنتال اهو، ماس دي فاندمنتال، فالاجابه دي كده تبقى غلط. طب فورس فوليوم دينستي، فورس فوليوم دينستي ايوه، تعد ايه؟ تعد درايف. تعال نبص على الدينستي. الدينستي دي اسمها رو، والرو دي بتساوي الماس اوفر فوليوم. طيب الماس ده ايه؟ ده فاندمنتال. طب الفوليوم بقى يا مستر؟ درايف ده اهو، انت كنت بتقول لي في الاخر لما نيجي ناخد نشوف الدرايف في الاخر هتدينا حاجه في الفاندمنتال. طيب تعالوا نرجع الفوليوم كده لاصلها. لينس في ويدز في هايت. طيب ما هو اللينس ده ايه؟ فاندمنتال. الويدز ده ايه؟ فاندمنتال. الهايت ده ايه؟ فاندمنتال. يبقى اذا في الاخر قدرنا نعرف الفيزيكال كوانتي اللي هي اسمها رو او اسمها دينستي عن طريق فاندمنتال كوانتيز، عن طريق فاندمنتال ايضا ايه كوانتيز اللي احنا اشتقيناها بقى واخدنا منها الايه الفوليوم. طيب نشوف المسألة اللي بعد كده. A common features in the French guessing system, the British system and the metric system is that they all measure. يعني هو بيقول لي الحاجة الكومن اللي اتفقوا عليها في الثلاث الثري تيبلز اللي خاصين بالميجرنج يونت. واحنا كنا قلنا ان في الفرنش سيستم او جيسيون، والبريتش سيستم ده التيبل الثاني، وفرنسا عملت المتريك سيستم بعد الفرنش سيستم كده بشويه ايام الثوره الفرنسيه. الثلاثه اتفقوا على ان التايم يتقاس بالسكند، لكن اختلفوا في الماس، اختلفوا في اللينس. وبالتالي هيبقى الاختيار بتاعي لينس ان مترز، لا اختلفوا، احنا عايزين حاجه كومن. ماس ان باوندز، لا طبعا. ماس ان جرامز، لا طبعا. اما التايم ان سكند فهو الايه اللي اتفقوا عليه. نشوف السؤال الرابع. In the following figure a metallic coin rules over graduated ruler with a certain scale completing two rotation. يعني هو بيقول لي والله انت عندك كوين، والكوين ده اتحط على مسطره كده مدرجه زي ما احنا شايفين، وبيقول لي ان لفه الكوين دي لفت مرتين two rotations. So the circumference of the coin equals. للكوين الواحد السيركمفيرنس هو عباره عن ايه؟ والله احنا لو جبنا الكوين ده كده وجينا رحنا فصلناه نصين، بلاش الكوين، هو الكوين ده على شكل ايه؟ سيركل. فانا لو عندي سيركل وجيت رحت قطعتها كده بالايه؟ بالمقص، ورحت فردت السيركل ده، فهتدينا ايه؟ هتدينا كانها ستريت لاين بتاع السيركل. طول الستريت لاين ده هو السيركمفيرنس. يعني ايه يا مستر؟ يعني السيركمفيرنس هو طول السيركل. يعني انا لو ماشي من بره على شكل دائري كده لحد ما كملت كومبليت سيركل، تمام، يبقى انا مشيت على السيركمفيرنس. سيركمفيرنس بالعربي يعني محيط الايه؟ محيط الدايره. طيب هو هنا بيقول لي ان هي لفت مرتين، يعني لف تو سيركمفيرنس
مع لف completing. بص كلمة completing دي يعني السيركل دي كأنها بادئة مثلا من هنا من عند النقطة الحمراء، وبعدين عملت لفة ورجعت عند نفس النقطة الحمراء، وليكن مثلا جت هنا اهو، وبعدين راحت عملت لفة تاني وجت على نفس النقطة الحمراء، يعني لفت complete two rotations، لفت بالكامل على المحيط بتاعها، لفت بالكامل على السيركمفيرنس. طب خلاص انت عايز يعني السيركمفيرنس ده يمثل كام؟ تعالى يا باشا، هنا لو جينا بصينا هنلاقي ان احنا واقفين في المنتصف هنا عند 1 2 3 4. يبقى انا كنت واقف هنا عند الايه، عند الفور. تمام. ولو جينا بصينا هنا عند المنتصف بالظبط بتاع الكوين بعد ما وصلت في الفاينل بوزيشن، هنلاقي هنا هتبقى 15. ماشي ان طبعا هنا ايه، هنا من 0 ل 5، هنا كده هتبقى من 0 ل 5 ومن 5 ل 10، يعني دي كده هتبقى 15، هتبقى هنا 19، هتبقى هنا كده ايه 19. طيب وبالتالي هنقدر هنا نقول اه والله، يبقى اذا 19 ماينس 4 يبقى ايكوال 15. يبقى الحته دي كلها اللي مشيتها الكوينز دي ايكوال 15، وبالتالي نقدر نقول ان التو روتيشنز ايكوال 15. طيب انا عايز بقى السيركمفيرنس الواحد، ما هو ده كده 2 سيركمفيرنس، يعني ده كده يمثل 2 سيركمفيرنس. انا عايز بقى السيركمفيرنس الواحد، يبقى اذا 15 اوفر 2 يبقى ايكوال 7.5 اي سنتيمتر. تمام. طيب نشوف السؤال نمبر 5. هنا بيقول لي the most accurate instruments for measuring the full time of a body from the top of a building is. طيب ليه هنا ممكن نختار الستوب واتش ده وما نختارش الستوب واتش ده؟ هو ده في الاخر هيدينا تايم نهائي، لكن انا عايز اشوف انا كنت في التوب مثلا ونزلت تحت اخدت تايم قد ايه. فمثلا انا بادئ من هنا وبعدين في النهايه اداني هنا كده، فاقدر ان انا اشوف الايه، اشوف انا كنت بادئ منين وانتهيت فين. فده هيبقى مور ايه، مور اكيرس. هي طبعا هي متجاوبه من الكتاب على طول، ف يعني ماشي. طيب نشوف اللي بعده. معلش شويه كده بعض الصور نلاقيها فيها مشكله، بس ما تقلقوش يعني انتوا طبعا معاكم الكتب. فهنا بيقول لي the suitable tool for measuring the mass of golden ring is. طبعا اكيد اي جولد هيبقى محتاج ديجيتال عشان يدينا يعني يبقى مور اكيوريت، هيبقى افضل بالنسبه للايه، للجولد. ليه؟ عشان ده ممكن يديني بالملي جرام، يعني الديجيتال ده يديها لي بالايه، بالملي جرام. اكيد ده طبعا مش هيقدر يجيب الماس بتاعه الجولد، مستحيل. بتاع الطماطم والخيار مستحيل. بتاع الفاكهه ده اللي بنلاقيه في اسواق الفاكهه صعب جدا، لكن طبعا هيبقى الايه، هيبقى الديجيتال. هنا بقى يا اولاد الفيرنر كاليبر، سؤال عليه يعني في منتهى الروعه. طيب هو كان في سينيور 1 زي ما احنا كنا بنشرح كده، كان بيدينا الدايره الصغيره على طول. احنا عارفين ان احنا عندنا الريدنج بتاعتنا بتبقى الاكس هي عباره عن اكس كبيره بلس اكس صغيره. اكس الكبيره بنجيبها وهنعرف نجيبها ازاي، والاكس الصغيره لو شغالين بالمليمتر فكنا بنضربها في 0.01 يعني. فكان يدينا هنا الاكس الصغيره دي في دايره، يجي يحطها لنا 6 مثلا، فنيجي نقول والله يا مستر ده 6. تمام. يبقى كنا هنضربها في طبعا لو بالملي هتبقى 0.1، لو بالسنتيمتر هتبقى 0.01.
فكنا بنيجي نضربها في 0.1 على طول وبنطلعها بالايه؟ بالملي. لو بالملي، طب لو بالسنتي كنا نعمل لها ملتبلاي في 0.01 ونطلعها بالايه؟ بالسنتي على طول. طيب السؤال هنا بقى الجديد منه، لا الجديد منه مش جايب لي الدايره الصغيره جاهزه. يعني ايه؟ تعالوا بقى بينا، هو ده اقرب للواقع في عمليه القياس. تعالوا نبص كده على الفيرنر دي، نقدر نقيس بيها ازاي؟ اولا احنا اتفقنا ان حاجه من الاثنين، لو هنمشي بالملي يبقى ال 3 دي هتبقى 30، ال 4 دي هتبقى 40. لو هنمشي بالسنتي ال 3 دي هتبقى 3 سنتيمتر، ال 4 دي هتبقى 4 زي ما هي سنتيمتر. يبقى ديبند على الايه؟ عمليه القياس. وقلنا والله يفضل ان احنا نقيس بالملي، وبعد ما نقيس بالملي لو هو عايزها بالسنتي بنعمل لها كونفرتنج. لكن طبعا ديبند على كل واحد هو فاهمها ازاي، ما عندناش اي مشكله خالص. تعالوا نبص كده الصوره الاولانيه. يعني انا حاولت ان انا بس اجيب آه، صوره اوضح شويه. فخلينا كده نحط اللي هو نفس السؤال ده كويس، وخلينا بس نحط الايه، يعني على قد ما اقدر اني حاولت ان انا اوضح الايه الصوره. طيب هنا بنبدا نبص على الفيكسد سكيل، هو واقف فين؟ والفيكسد سكيل عينيا على الزيرو بتاع الفيكسد سكيل اللي هي الدايره الكبيره. يبقى انا عينيا على الزيرو. يبقى انا لما اجي، انا زي ما انا ملاحظ اهو، في دايره كبيره في دايره صغيره. اجي على الدايره الكبيره، عينيا على مين؟ على الزيرو. الزيرو واقف فين؟ ده سؤال. فخلينا نبص هنا، الزيرو واقف قبل ال3 بحته صغيره، يعني ما بين اخر واحد وما بين ال3. فاحنا بناخد على الاقل اخر واحد هنا، يعني حاجه من الاثنين، اما اقول 2.9 سنتيمتر عشان اللي بعديه يبقى 3 سنتيمتر، او اقيسها بالمليمتر زي ما احنا اتفقنا. فخلينا نقيسها بالمليمتر. بالمليمتر ده هيبقى 30، يبقى الشرطه اللي قبليها يبقى 29. طيب هو 29 وحته يا مستر، ما الحته دي اللي احنا هنجيبها حالا دلوقتي. يبقى اذا هي 29، بس ما ننساش ان ده بالملي. بالملي ايه؟ بالمليمتر. طيب كان بقى المعتاد في سينيور 1 القديم، كان يجي هنا يديني الدايره ويجي يوضحها لك ان هي 6. فكنا نيجي نضربها في 0.1 على طول ونجمعها على ال 29 ونطلع الريدنج. هنا بقى ما عمليش كده. هنا بقى راح ايه؟ قال لي بص يا باشا، انت معاك ال6 وال7 وال8، وهنا معاك ال6 وال7 وال8، وهنا معاك ال6 وال7 وال8. هتختار انهي فيهم؟ بصوا انا جبت لكم صوره من من منهج تاني يعني، خلاص بياخد الموضوع ده ان ديتيل، كان مختلف عن سينيور 1 خالص. فبما اني السؤال جه كده، تعالوا بقى نفهم. بص يا اولاد، انا لما جبت الفيكسد سكيل خلاص، الفيكسد سكيل خلصنا منه، اللي هي الاكس الكبيره. فاضل لي مين بقى؟ الاكس الصغيره. الاكس الصغيره لما حتى تروحوا المصانع وتبداوا تمسكوا الفيرنر ده وتقيسوا بيه، فعلا هي بنفس المنطق كده وبنفس الطريقه، مش بالشكل اللي كان بيجي في سينيور 1. كان سينيور 1 بيسهلوا على الناس الدنيا. عليكم انتوا معلش بقى، هم دخلوا في الجزء ده ان ديتيل شويه. طيب طبعا لما احنا كنا بنشرح الجزئيه دي ما كانش لسه الكتاب نزل، لكن خلينا دي حاجه كويسه ان احنا آه، نفهم الدنيا ماشيه ازاي. لما نيجي بقى نجيب الاكس الصغيره، الاكس الصغيره يا اولاد، انا عينيا على مين؟ على الدايره الصغيره. حلو. هلاقي ايه بقى؟ بصوا بقى، هلاقي مثلا هو مديني 6 و7 و8. هنلاقي ان في شرط مختلفه عن الشرط اللي فوقيها. انا الشرط بتاعتي اللي تحت، بصوا الصوره دي، انا السكيل بتاعي هو الجزء اللي تحت، اللي هو مين هنا؟ اللي هو ده 6 و7 و8. ماشي. 6 و7 و8 ده شرطه من تحت بس هي مش باينه، شرطه من تحت على ال6 وشرط من فوق. وعند ال7 شرطه من تحت وشرط من فوق اهي، كانها هنا يا اولاد بصوا، كانها شرط من تحت وشرط من فوق. فانا مثلا ده 5، يعني ده 0، ده 1، ده 2، ده 3، ده 4، ده 5، 6، 7، 8، 9، 10. كانها نفس الشكل بتاعنا، يعني معانا 6 ومعانا 7 ومعانا 8. بس طبعا هنا 6 و7 و8 يعني مش هتنطبق على المثال بتاعنا.
بس انا هوصل لكم الفكره. بصوا بقى، انا المفروض دلوقتي اختار رقم من الارقام اللي تحت: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واضربها في 0.1. يبقى انا دلوقتي الاكس الصغيره دي اما رقم من اللي تحت ده واقوم ضربه في 0.1. انهي بقى رقم يا مستر؟ ده انا عندي 10 ارقام. انهي رقم اللي شرطته تبقى بالظبط اكزاكتلي منطبقه على الشرطه اللي فوق؟ تعالوا نبص هنا كده. الشرطه دي فعلا، خلي بالكم، دي طريقه القراءه في المصانع فعلا اللي بيستخدموا فيها الفيرنر ده. فلما نيجي نبص هنا على نمبر 1، بصوا نمبر 1 في هنا شيفت بينه وبين الشرطه اللي فوق. شيفت، لا ده غلط. طب 2 ده شيفت بيزيد يا مستر، ده الاثنين مش منطبقين على بعض خالص، يبقى ده غلط. طب 3 لا ده بيزيد فعلا، لا يبقى اس 3 دي غلط. طب 4 دي زياده قوي، مفيش. طب 5 بدأنا نقل بينها وبين الشرطه اللي فوق، بس خلي بالكم احنا لو اخدنا الشرطه دي الكبيره دي برضو زفت الطين. طيب، وبالتالي نبدأ نشوف بقى 6. طيب 6 يا مستر هو بنقارنه بالشرطه اللي بعديها ولا الشرطه اللي قبليها؟ الشرطه اللي فوقيها. مش هتفرق. يعني انا عندي هنا 5 5، انا اخدتها مع ده؟ لا ما اخدهاش مع ده، اخدها مع الشرطه اللي فوقيها على طول. مين الشرطه اللي فوقيها دي؟ اه بقى في هنا ايه؟ في هنا شيفت. بصوا بصوا، مش جايه ستريت لاين. طيب غلط. طب 6 بدأنا الدنيا ايه، تقل شويه. طب 7 قلنا خالص، بس هل دي منطبقه؟ يعني انا شايف ان في شيفت. بصوا 8 بقى، 8 بالظبط الشرطه اللي فوق نفس الشرطه اللي تحت، واتقسمت كده نصين اهو. واخدين بالكم؟ طب الناين، الناين هنا في شيفت، لا يبقى غلط، الناين غلط. طب التن في شيفت، يبقى اذا كانت القراءه هنا هي الايت، ونقوم ضاربينها في 0.1. طب سؤالي هنا بقى، سؤالي هنا هلاقي ان ال6 هي المنطبق. ال6 هي المنطبق، ما هو تمام. هو حتى قايل لي اهو ان ال6 هو المنطبق. صحيح. بس انهي واحده بقى؟ هنلاقي ان هي فيجر ايه. يعني اللي يبص كده على الكتاب هيلاقي ان ال6 الشرطه بتاعته منطبقه بالظبط مع الشرطه اللي فوق. ال7 بصوا هنا كده، ال7 فيها شيفت فمش جاي. ال8، ال8 هتلاقيها فيها، او في نفس الشرطه هنا ال8 هنا فيها شيفت فمش جاي. ال6 دي هي اللي موجوده. طب هنا لقينا ال7، بس هو قايل لي هنا انهي قراءه 2.96، اللي هي كانها 29.6. ما انا عندي 6. هو قايل لي شوف انهي اللي هيديني القراءه دي، هل فيجر A ولا B ولا C. طيب الاكس هنا عباره عن 6 ملتبلاي 0.5 يعني 0.6، يبقى اذا القراءه الاكس كلها هي عباره عن 29 بلس 0.6 يعني بتساوي 29.6. طب ده بالايه؟ ده بالمليمتر. عايز احولها للسنتيمتر. الطريقه بتاعتنا بقى اللي احنا هناخدها كمان شويه، او هنراجع عليها كمان شويه. يبقى 29.6 مليمتر نحولها للسنتيمتر، يبقى هنضرب ده في ملتبلاي 10 to power نيجاتيف 3. يبقى 29.6 ملتبلاي 10 to power نيجاتيف 3، وشد خط ديفايد وبص على الرايت، نبص على السنتيمتر اللي هو 10 to power نيجاتيف 2. فهيدينا ايه؟ 29، انا زنقت نفسي، 29.6 ملتبلاي 10 to power نيجاتيف 1. يعني كأن دي مقسومة على 10، مقسومة على 10 يعني تدينا 2.96 سنتيمتر. فبيقول لي مين بقى اللي هيديني القراءة دي؟ لقينا هنا ان ال6 هي المنطبقة. انتوا هتشوفوها في الكتاب اكتر. هنا كان مين؟ ال7 هو المنطبق. طب لو كان ال7 ده كان هيبقى 220 او 2.97. لا هو عايز ال6، يبقى دي غلط. هيلاقي هنا ان ال8 هي المنطبقة، يعني دي هتبقى 2.98. فدي تبقى ايه؟ فدي تبقى غلط. يبقى اذا فيجر ايه هي ال الانسر بتاعي المظبوط. طيب نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيتكلم على ال International System of Units. وطبعا احنا عرفنا ان احنا عندنا الاس اي يونت، والاس اي يونت كان 7 كوانتيز. الماس والتايم، الماس كان بالكيلو جرام، التايم كان بالسكند، اللينس كان بالمتر،
الالكتريك او الالكتريك انتنسيتي اللي هي شده التيار، الكتريك كارنت انتنسيتي شده التيار الكهربي هيبقى بالامبير، اللايتنج انتنسيتي هيبقى بالكانديلا، الاماونت اوف سبستانس او اماونت اوف ماتر هيبقى بالمول. عندنا حاجه تاني التمبريتشر بالكلفن. وبعد كده ضافوا ليهم تين كمان الزوايا. فكان عندي تو تايبس من الايه من الانجل. فهنا بيقول لي the measuring unit of B combined angle theta between two sides A و B in the international system of unit. طبعا الانجل دي بين ايه؟ بين ضلعين اهو، ضلع الاي ودي وضلع البي. ودي كنا لو تفتكروا كنا بنقيسها بالراديان. كان عندي حاجة تاني كنا بنقول ان احنا بنقيسها بالستريديان، اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت 3 dimensions. اه يعني كان بتبقى في انجل في ال 3 dimensions، ودي كانت بتتقاس بالايه؟ بالستريديان. لكن اللي قدامي ده طبعا مش 3 dimension ولا حاجة، وبالتالي دي بنقيسها بالايه؟ بنقيسها بالراديان. طيب نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي in which of the following choices do the length values increases from starting to end. يعني عايز من الصغير للكبير يا ولاد. طيب هو هنا شغال بوحدات بريفكس صغيرة. فاحنا كنا ابتديناها من السنتيمتر، وقلنا السنتيمتر هو عبارة عن 10 to power negative 2 مليمتر. يعني بالمرة بقى عشان نفتكر يبقى 10 to power negative 3 مايكرو متر. لو هنشتغل طبعا على المتر يبقى مايكرو متر مثلا، يبقى 10 to power negative 6 نانو متر، يبقى 10 to power negative 9. بعد كده كان في الانجسترم اللي هو 10 to power negative 10. بعد كده البيكو متر يبقى 10 to power negative 12. بعد كده الفيمتو، لو قلنا فيمتو متر يبقى 10 to power negative ايه 15. يعني المفترض ان هو هيجي يمشي الصغير بقى للكبير. نشوف هنا كده. هو بيقول لي هنا كده from starting to ending increase from starting to ending. ماشي، يبقى 1 سنتيمتر ولا 1 نانومتر؟ لا احنا بادئ هنا سنتيمتر نانومتر، لا طبعا كلام فاضي. مايكرومتر مليمتر نانومتر، لا طبعا كلام عبيط. مليمتر سنتيمتر مايكرومتر، يعني هو بادئ هنا من الملي وبعدين طلع وبعدين نزل. ايه يا عم ده؟ انما هنا طبعا بالترتيب هنلاقي النانو، ادي النانو، مايكرو، ادي المايكرو طالع فوق اهو. يبقى طالع فوق ما طلعش بقى ونزل زي ما عمل. بعد كده الملي، اه طبعا بعديها الملي، بعديها السنتي، بعديها السنتي، ايه متر. يبقى اذا هي الاجابه بتاعتي هتبقى لتر ايه؟ لتر سي. طيب نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي فيمتو سكند ايكوال بوينت مايكرو سكند. هنا اتنين في وسط التيبل، واحنا عرفنا نتعامل معاها ازاي. بدل ما نحفظ هنضرب في كام ولا هنعمل يعني، او في ناس مثلا بعض الطلبه يقول لك لا انا هحول الفيمتو الاول للسكند وبعد كده احول السكند للمايكرو. طب تعمل كده ليه وتضيع وقتك ليه؟ طب ما احنا عرفنا الطريقه دي نقدر ان احنا من خلالها نستخدمها على طول بين حاجتين في التيبل عندي. هنا الفيمتو سكند، يعني نفترض 1 فيمتو سكند، 1 فيمتو سكند مثلا، وعايزين نحولها للمايكرو سكند. فكنا بنقول ايه؟ هتنزل ال1 زي ما هو، لو ملوش لازمه يعني 1 ماشي. الفيمتو طبعا الليفت كله بيبقى ملتبلاي، فهنا 1 ملتبلاي الفيمتو كان كام؟ حد يقول لي؟ كان 10 تو باور نيجاتيف 15. يبقى اذا الاجابه عندي هنا كده هيبقى الفيمتو، يبقى نقول ملتبلاي 10 تو باور نيجاتيف 15. وبعدين شد خط ديفايد وبص على الرايت. الرايت هنا المايكرو يعني 10 تو باور نيجاتيف 6. طبعا مهم جدا ان البريفكس يتحفظ كويس جدا، لان هو هيساعدنا على اي عمليه كونفرتنج. طيب هنا بقى يعني كميتين كده او حدين مقسومين على بعض، واحنا بنقول حاجه من الاثنين قدامنا. اما نطرح الباور نعمل سبتراكت للباور في حاله الديفايدنج كده اللي احنا شايفينها، خلاص، او ان احنا نطلعها دي فوق
نطلع الديمينيتور ده فوق كويس، ويتضرب في ال 10 تو باور نيجاتيف 15، بس هنقلب الساين بتاع الايه، بتاع الباور. يعني قدامي كده لكده. طب تعالوا نبص كده الطريقه الاولى. الطريقه الاولى يا مستر، يبقى 10 بقى 10 اهو ماشي، في 1 خلاص، 1 بقى اي حاجه في 1 بنفس القيمه، خلاص 1 دي كانها مش موجوده. احنا بس يعني استعنا بيها في الاول عشان خاطر ما يبقاش في لخبطه. طيب افتح قوس، نيجاتيف 15 يبقى نيجاتيف 15. طبعا هنعملها كديفايدد، بعد كده ماينس، ايوه، نيجاتيف 6، نيجاتيف 6، ايوه، بقى الموضوع سهل خالص. نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف يعني بتساوي 10، افتح قوس. طبعا انا بقولها يعني ستيب باي ستيب، لكن انت هتعملها على طول، ممكن تعملها على الكالكوليتور على طول، فالموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. يبقى نيجاتيف 15 ماينس في ماينس ببوزيتيف، بوزيتيف 6، يعني بتساوي 10 تو باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9. يبقى اذا هي الاجابه بي. طيب لو عملناها بالطريقه الثانيه، ان احنا نطلع ال 10 تو باور نيجاتيف 6 دي فوق، وهتتضرب في 10 تو باور نيجاتيف 15، الطريقه الثانيه، يبقى 10 تو باور نيجاتيف 15، ونقوم نطلع ال 10 تو باور نيجاتيف 6 فوق، وهتتضرب بقى، هيبقى ملتبلاي بقى. يبقى ملتبلاي 10 تو باور نيجاتيف 6، لا مش نيجاتيف، دي لما طلعت فوق قلبنا الساين بتاع الباور، يبقى بدل ما كان نيجاتيف بقى ايه؟ بقى بوزيتيف. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، في حاله بقى المالتيبلاينج بنجمع الايه، بنعمل ادنج للايه، بنعمل ادنج للباور، وبالتالي دي بتساوي 10 واحده بقى خلاص، افتح قوس، نيجاتيف 15 بلس، ايوه، بلس 6، ال 6 هتنزل بالبوزيتيف زي ما هي، نيجاتيف 15 بوزيتيف 6، هي نفس الاجابه 10 تو باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9. يبقى اذا هي الاجابه 10 تو باور نيجاتيف 9. احنا كده حلينا بالايه؟ حلينا بالطريقتين. طيب نشوف اللي بعده. eleven. If the radius of the hydrogen atom، طبعا هو بيصعب لنا الدنيا شويه، يعني اي حد هيشوف الهيدروجين اتوم هيتخض. لا الموضوع بسيط خالص، هو بيقول لنا هنا الريديوس بتاع الهيدروجين اتوم is 0.053 نانومتر، then it's equivalent to، ماشي، هنا حولها لي في المتر، وبيقول لي والله ان لتر A ولا لتر B ولا لتر C ولا all the previous. طيب تعال الاول نحولها للمتر، وبعد كده نبدأ نقارن أو نعمل أناليسز للإجابة بتاعتنا، ونشوفها والله مع فيجر A، ونشوفها مع فيجر B، ونشوفها مع فيجر C، ونشوف هل بتهيأ يعني نفس الإجابات ولا إجابة مختلفة. طبعا حد يشوف all the previous يجي يختاره على طول، لا مش شرط على فكرة، هو ممكن يحطها لك للخبطة. فبس انت راعي الجزئية دي، لازم انك انت بتقارن الانسر بتاعك بالانسرز اللي هي موجودة، وتشوف والله all the previous ماشي اختار، مش قول، ما خليك واثق في نفسك. طيب يبقى الاول دلوقتي انا عندي 0.053، هنحولها من نانومتر الى المتر. هنعمل ايه؟ افتكروا يلا معايا، ننزل النمبر زي ما هو 0.053، بعد كده ملتبلاي 10 تو باور نيجاتيف 9، بعد كده شد خط ديفايد وبص على الرايت. الرايت هنا المتر هي الوحده الاساسيه، فبنمثلها بايه؟ ب1. يبقى دي طلعت خلاص 0.053 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 9 في المتر. بس بصينا في الانسر ما لقيناهاش. لقينا ايه بقى؟ لقينا واحد 0.53 10 تو باور نيجاتيف 10، بعد كده رقم و10 تو باور نيجاتيف 11، وبعد كده رقم و10 تو باور نيجاتيف 12. يعني ما فيش نيجاتيف 9 ده خالص. هو هنا بس عايز يعلمني ازاي انقل الاشاره العلامه بتاعتي، الساين بتاعي، انقله ازاي، انقلها ازاي. فاحنا متفقين، واحنا يا اولاد بننقل العلامه دي ناحيه الرايت، مع كل نمبر بنقله بزود هنا نيجاتيف 1، مع كل نمبر هنقل فيها العلامه دي، المارك دي، هزود على الباور بتاعي هنا نيجاتيف 1. طب مستر لو انا كنت نقلتها هنا كده، لو كان ينفع اني انقلها هنا ناحيه الليفت، هنزود بوزيتيف 1. تعالوا بس الاول على المثال بتاعنا ده. طيب هنا هنقلها هنا، يعني هتبقى 0.53، يبقى هنزود نيجاتيف 1 هنا، يبقى 10 تو باور نيجاتيف 10.
هل نفس الرقم ده؟ اه نفس الرقم ده يا مستر، يبقى دي معانا. حلو. بس ما حدش بقى يقول اه خلاص هي ليتر ايه ويجري. كمل بقى. لما تشوف اول ذا بريفيوس دي كمل بقى. طيب هنا بيقول لي 5.3 في 10 تو باور نيجاتيف 11، يعني العلامه دي هتتنقل بدل ما هي هنا، هتتنقل هتبقى ايه؟ بين ال 5 وبين ال 3. اه اتنقلت ناحيه الرايت، يبقى هتزود نيجاتيف 1 كمان، يعني بتساوي 5.3 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 11. يبقى اذا دي كمان معانا يا مستر. طيب لو انا نقلت دي هنا كده، يعني هتبقى 5 3.0، هي على فكره 553، هي على فكره، ما الزيرو ده ملهاش قيمه. يعني لو قلنا العلامه دي هتتنقل هنا كده، ويبقى بعديها زيرو، بس الزيرو ده كده ملهاش قيمه. كانه 53، يعني دي شكل من اشكال لما اجي اقول 100، ممكن اقول 100.0 تبقى 100 برضو على فكره. لما اجي اقول 5 ممكن اقول 5.0، هي 5 برضو. ولذلك نلاقيها مثلا في بعض الساعات يبقى كاتب لك ايه، 0 5.0، 5 برضو على فكره. مم. وبالتالي بقى لو انا نقلت العلامه دي هنا كده هزود نيجاتيف 1 كمان، فهتبقى 53 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 12. خلي بالكم ان كل الارقام دي ايكويفالنت لمين؟ للرقم الاولاني اللي احنا مطلعينه، بس الباور هنا كان عمال يختلف، فكاني كنت عمال كل مره بقسم على 10. لو عملتوه على الكالكليتور هيديك كل الارقام دي ايكويفالنت لايه؟ للرقم ده. يبقى انا لما نقلت العلامه نمبر كمان زودت نيجاتيف 1، يبقى بقى 53 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 12. لقينا برضو نفس الكلام، دي صح. يبقى اذا هي اول ايه؟ اول ذا بريفيوس هي الاجابه المظبوطه. طيب نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي which the following values is equal to 86.2 ملم. اه وبعدين بقى يقول لي ايه بقى؟ مره بالميكرو، مره بالكيلو، مره بالجرام، مره بالسنتيمتر. احنا هنعمل ايه هنا بقى يا مستر؟ يعني احنا هنقعد بقى نحول كل واحده ليه؟ لا طب تعال نبص. هو 86.2 مليمتر، يعني كانها 86.2 تايمز 10 to power نيجاتيف 3. طيب ده بالمليمتر. لو بالميكرومتر، طب ما سهل، حطها على طول. لو بالميكرومتر حطها على طول 10 to power نيجاتيف 6 يا مستر. يعني نيجاتيف 3 نيجاتيف نيجاتيف او نيجاتيف 3 بوزيتيف، يعني هتبقى عامله ازاي؟ 86.2 ملتبلاي 10، افتح قوس نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 6، يبقى ماينس في ماينس ببوزيتيف، يعني 10 نيجاتيف 3 بوزيتيف 6، يعني كأنها 10 بوزيتيف 3. ده بالمايكرو. هل ده مديها لنا كده؟ لا غلط، ده ضاربها في 10. طيب ولو بالكيلومتر، خلاص وهنمسح بسرعه الموضوع بقى، خلاص بقى سهل. انا عندي هنا ايه؟ 86.2 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 3 على الكيلومتر. هنحولها بقى للكيلومتر، يعني بالمليمتر اهو كاننا بنحولها للكيلومتر. كانها بالظبط كده 86.2 مليمتر للكيلومتر. فاحنا عارفين الناحيه الثانيه بيتقسم، بنعمل ديفايدد، والمليمتر ضربناها اهو، مليمتر اتضربت عملنا لها ايه؟ تايمز. كيلومتر هيحصل ديفايدد عليه، يبقى 10 تو باور بوزيتيف 3، فتطلع فوق بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 3 بوزيتيف 3، يعني هتدينا نيجاتيف 6. هنا مديها لنا نيجاتيف 4، لا غلط. بسرعه اهو. طيب دي الرمز ده جيجا متر، والجيجا هو 10 تو باور بوزيتيف 9، يعني كاني بالظبط بحول 86.2 مليمتر للجيجا، جيجا متر. فاقول والله 86.2 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 3، اللي هي المليمتر، شد خط ديفايد بص على الرايت، الجيجا 10 تو باور
بوزيتيف 9. نقدر نعمل سبتراكت على طول. يعني دي بتساوي يا مستر 86.2 تايمز 10. ايوه. نيجاتيف. ايوه 3. ايوه. ماينس. ايوه. بوزيتيف 9. ده كده نيجاتيف 3 نيجاتيف 9 يعني نيجاتيف 12. هنا مديها لي رقم عبيط خالص. لا طبعا غلط. طيب فاضل لي بقى اخر واحد اللي هو 88.62 سنتيمتر. يعني لو جينا حولنا بقى 8 86.2 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 3 اللي هي بالملي. ايه السنتي؟ سنتي يعني 10 تو باور نيجاتيف 2. فبتساوي 86.2 تايمز 10. ايوه. نيجاتيف 3 ادي نيجاتيف 3 ماينس. ايوه. ماينس 2. ماينس 2. طب ماينس ماينس بوزيتيف يعني كانها بوزيتيف 2. يبقى نيجاتيف 3 بوزيتيف 2 هتدينا 86.2 تايمز 10 تو باور النيجاتيف 1. نيجاتيف 1 يعني كاني قسمت بالظبط الرقم ده على 10. يعني كاني اتقسم ده كده على 10. 10 يعني كام هيدينا؟ يعني هيدينا 8.62 سنتيمتر. بالتالي هي الاجابه ايه؟ هل كنا نقدر نعملها بالنظر؟ اه طبعا. يعني اللي يحل اسئله كتير من عمليه الكونفرتنج كان هيبقى بالنظر على طول يقدر يقول لا هي دي الرقم النمبر 8.62 سنتيمتر على طول. طيب نشوف اللي بعده. اعتقد بالسؤال اللي جاي ده يبقى احنا يعني ايه غطينا اغلب اسئله عمليه الكونفرتنج هنا، ولسه طبعا لسه في اسئله تاني. هنا بيقول لي if the volume of an amount of water equal 5 متر كيوبيد متر. طبعا الكيوبيد متر والليتر والكيوبيد سنتيمتر والمليمتر كيوبيد دي كلها بنقيس بيها الفوليوم بتاعت الايه. يعني المتر اصلا او كيوبيد متر واللتر والملي لتر كل ده او الملي لتر ده كل ده بيقيس الايه الفوليوم بتاع الليكويد. فهنا بيقول لي water equals 5 متر كيوبيد متر then its volume in liters equal. ماشي. احنا كنا بنقول يا اولاد ان من الملي لتر للليتر ومن الليتر للكيوبيد متر. كنا بنقول من الملي لتر للليتر يعني من الصغير للكبير فكنا بن ايه نمالتبلاي 10 تو باور نيجاتيف ايه نيجاتيف 3. طيب من الكبير بقى للصغير نمالتبلاي 10 تو باور بوزيتيف 3. طيب من اللتر للكيوبيد متر نمالتبلاي 10 تو باور نيجاتيف 3. طب من الكيوبيد متر لللتر نمالتبلاي 10 تو باور بوزيتيف 3. حد يجي بقى تاني يغلس علينا يقول لنا طب من الملي لتر للكيوبيد متر. والله بص احنا مشينا على كام واحد؟ 10 تو باور نيجاتيف 3 و10 تو باور نيجاتيف 3. يبقى هنملتبلاي 10 تو باور نيجاتيف 6. طب ولو العكس من المتر او كيوبيد متر للمليمتر يعني لو كان قايل لي هنا حولها بدل للليترز ملي لترز. مشينا فين؟ مشينا على عدينا على 2 10 تو باور 3 و10 تو باور 3. يعني كانها هنملتبلاي 10 تو باور بوزيتيف ايه بوزيتيف 6. 3 و 3 6. نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 نيجاتيف 6. طيب هو عايز مين هنا؟ عايز من المتر مكعب كيوبيد متر للليتر. يعني السهم اللي فوق اهو. يبقى هنملتبلاي 10 تو باور 3. يبقى اذا 5 تايمز 10 تو باور 3. احنا عارفين ال 10 تو باور 3 دي كانها 1000. مش ال 3 ده هو النمبر اوف زيروز؟ يبقى 1 وجنبها نمبر اوف زيروز اللي هي ال 3 يبقى 1 وجنبها 3 سي زيروز اهي. يبقى 10 تو باور 3 هي ال 1000. يبقى كانها 5000. 5000 لترز. يبقى اذا هي الايه الانسر دي. نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي in the following figure placed next to ruler. ماشي. drawn with a certain scale so the length of the figure is equal. طيب هنا بيقول لي هات لي الايه هات لي الطول بتاع الفيزر ديت. طيب هنا واقف من عند ال 10 لحد 29 اهو. بصوا قبل السير دي على طول. يبقى 29
ماينس 10 ايكوال 19. 19 ايه بقى؟ بصوا، لو انتوا بصيتوا هنا كده هتلاقي ان السكيل ده بيتكلم عليه ان هو بالملي متر. انتوا لو يعني هتبقى واضحه عندكم في الكتاب اكتر. يبقى اذا اللي انا مطلعه ده 19 ملي متر، بس احنا لما جينا بصينا هنا اولا مديني 1.9 ملي متر، لا ده غلط. 2.9 ملي متر غلط. انا دلوقتي هيبقى عندي حاجه من ايه؟ حاجه من الاثنين، اما 29 بالنانومتر. طب انا اصلا عندي 19، يبقى 29 ازاي؟ يبقى غلط. يبقى اذا هو ال 19 ملتبلاي 10 تو باور ايه؟ 6 بالنانومتر. طب عايزين نتاكد يا مستر، يبقى نحول ده للنانومتر، نحولها للنانومتر ونشوف هيطلع لنا الرقم ده ولا لا. طب يبقى اذا 19 ملتبلاي 10 تو باور 3 نيجاتيف 3 طبعا عشان بالملي. شد خط ديفايد، بص على الرايت، النانو 10 تو باور نيجاتيف 9، ده بيساوي 19 تايمز 10، افتح قوس، نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 ماينس، عشان هنطرح بقى هو ديفايدد اهو، ماينس نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9 نيجاتيف 9. يبقى نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف، يعني كانها بوزيتيف اهو. يبقى نيجاتيف 3 بوزيتيف 9 هتدينا بوزيتيف 6، يعني بتساوي 19 تايمز 10 تو باور بوزيتيف 6 بالنانومتر. هل الاجابه دي صح؟ الاجابه دي صح. فاذا الاجابه بتاعتنا احنا اتاكدنا منها في خلال 10 ثواني بالظبط، ما خدناش وقت في القصه دي. نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي if x equal 10 جرام والواي، x equal 10 جرام والواي equal 10 كيلو جرام، زين ذا فاليو. انا لو عايز اجمع اكس زائد واي، واحد يقول لي ايه ده يا عم؟ هو ده سؤال؟ اقول لك بس بالراحه، خلي بالك ان هو مدي لك هنا تو ميجرنج يونت، واحد بالجرام والتاني كيلو جرام، يعني محتاج ان انا بس اعمل ايه؟ كونفرتنج، وبعد كده اجمعهم من بعض واشوف انهي انسر، بس كده. لما اجي هحول اكيد الاس اي يونت، فالاس اي يونت بتاع الماس كان كيلو جرام، يبقى هسيب الكيلو جرام زي ما هي واحول الاكس دي الايه؟ للكيلو جرام. يبقى اذا يا مستر يبقى 10 جرام للكيلو جرام. طيب يبقى اذا هنا 10، البريفكس بتاع الجرام 1، ملهوش بريفكس. طيب شد خط ديفايد، بص على الرايت، الكيلو جرام يبقى 10 تو باور 3 بوزيتيف 3، يعني ايكوال، هنطرح بقى الباور، يبقى 10 ماينس بوزيتيف 3 يعني يدينا 10 نيجاتيف 2. 10 نيجاتيف 2 ده يعني كأنه بالظبط كده 1 اوفر 100، يعني ما هو ما ال 100 اللي تحت دي بصوا كده عليها، يعني كأنها بالظبط 1 اوفر 10 تو باور 2. فانا لما اطلعها فوق ال 10 تو باور 2 دي هتدينا 10 تو باور نيجاتيف 2 اهي. اهي هي يبقى 10 تو باور نيجاتيف 2 كانها 1 اوفر 100. 1 اوفر 100 يعني 0.01، يبقى الاكس دي بتساوي 0.01 كيلو جرام. اجمعها على مين؟ على الواي، يبقى بلس 10 كيلو جرام يعني بتساوي 10.01 كيلو جرام. يبقى اذا هي الاجابه ايه؟ لتر ايه؟ لتر سي. موضوع سهل خالص وبسيط. آه، يعني أنا شايف إن الأسئلة سهلة جدا ما فيهاش أي نهاوي يعني. طب نبص على أخينا ده، السؤال ده. هنا بيقول لنا the pyramid shown in the opposite figure contains